الشيخ الحاج محمد زينب نياس هو رجل فذ من نوادر زمانه، عالم ومعرفة تعليماً وتدريساً. ساد أهل عصره في كثير من العلوم والمعارف القرآنية والحديث النبوية رواية ودراية، وكان عملاقاً في العلوم العربية وقواعدها نحواً وصرفاً، متمكناً من اللغة العربية وآدابها شعراً ونثراً. وكان تجانية راسخ القدم في التجانية، عالماً بأنوارها وأسراها ومقاماتها، مما جعله لا يتردد في مصاحبة أخيه الأصغر منه سناً، حيث اتخذه شيخاً ومربياً، وكان من جملة أصحابه الصادقين المحققين، فسلم له القيادة في عملي الشريعة والحقيقة. فلم تحجبه مزاياه المتعددة عن إتباع الشيخ إبراهيم نياس. ومن وفقه الله إلى الخير يسر له سبيل سلوكه رضي الله عنه. ومن أقواله عن الشيخ: فنحن نشهد له بالسبق، ونحن من أولاده في الحق.